بنشوف دايما الصوبات الزراعية دي وبنسأل هما ليه الفلاحين بيستخدموها؟ الإجابة عزيزي الطالب هي إن الصوبات البلاستيكية دي بتمتص الحرارة وبتحافظ على الحرارة جواها. بالتالي أنا بستخدمها علشان أوفر مناخ حار لنبات معين. النبات ده بيكون محتاج درجة حرارة عالية جدا علشان ينمو، وده بيحصل لما أشعة الشمس بتدخل من الصوبات البلاستيكية دي للنبات اللي جوه، فبترتفع درجة الحرارة وتفضل الصوبة محافظة على الحرارة دي جواها. فلما تيجي الأشعة دي تحاول تنعكس وتحاول تطلع بره الصوبة تاني ما بتقدرش تطلع، وتفضل الأشعة تدخل الصوبة والحرارة ترتفع وترتفع، وبكده فأنا وفرت درجة حرارة عالية جدا جوه الصوبة للنبات اللي محتاج درجة حرارة علشان ينمو. وبكده احنا عملنا حاجة اسمها احتباس حراري. نفس الحكاية بقى ونفس القصة اللي حصلت في الصوبة الزراعية دي بتحصل للأرض كلها. فمن كتر إنتاجات البشر من الغازات اللي بتسبب الاحتباس الحراري، زي مثلا غاز ثاني أكسيد الكربون أو غاز الميثان أو غيرها من الغازات الكتير اللي بتخرج مثلا من دخان المصانع أو دخان العربيات أو استخدامات الإنسان اللي بقت كتير جدا، وخصوصا استخدامات الإنسان لمصادر الطاقة غير المتجددة واللي هي الفحم والبترول زي ما احنا عارفين، واللي بسببها بيتكون غازات كتير جدا في الجو واللي بسببها بيحصل احتباس حراري. المهم الغازات دي بتعمل دايرة حوالين الأرض كده وتبدأ بقى تعمل في الأرض نفس القصة اللي حصلت من شوية مع الصوبات الزراعية. فنفس الحكاية أشعة الشمس تدخل على سطح الكرة الأرضية فبترتفع درجة حرارة الأرض، وتيجي الأشعة دي بقى تحاول تنعكس وعاوزة تخرج تاني وتنتشر في الفضاء الخارجي، تقوم الغازات دي واقفة لها كده وعاملة لها دايرة حوالين كوكب الأرض وتقول لها مفيش خروج، وتقول لها احنا اللي بيدخل عندنا ما بيخرجش تاني. بالتالي بترتفع درجة حرارة الأرض أكتر وأكتر وأكتر، وده بقى اللي بنسميه الاحتباس الحراري، وهي ان الحرارة اتحبست على سطح الارض. وده طبعا اللي بسببه حصل تغيرات مناخية غريبة في العالم كله، واللي بسببه برضه حصل كوارث كتير جدا زي الجفاف وزي ذوبان الجليد في القطبين. وذوبان الجليد ده اللي بسببه ارتفع منسوب مية البحار والمحيطات، واللي بسببه برضه غرقت مدن ساحلية كتير جدا، واللي بسببه برضه مدن تانية اكتر معرضة للغرق. طيب السؤال هنا احنا ايه بقى وضعنا في مصر من التغيرات المناخية والكوارث اللي بتحصل في العالم دي كلها؟ ولا احنا قاعدين هنا في الركن البعيد الهادي والدنيا جميلة وزي الفل؟ لا طبعا، دي الدنيا خربانة. وده اللي هنعرفه النهاردة في درس بعنوان التغيرات المناخية وآثارها على مصر. فقهوتك اللذيذة كده عشان تظبط مزاجك وتركز معايا جدا جدا جدا، ويلا بينا نشوف ايه حكاية التغيرات المناخية. السلام عليكم حبايب قلبي في كل مكان في الجمهورية، يا رب تكونوا بخير. فرنا طبعا يا حبايبي في الفيديو اللي فات الأقاليم المناخية في مصر، وعرفنا إن مصر فيها 4 أقاليم مناخية. يلا افتكرهم معايا تاني كده، ركز معايا: إقليم البحر المتوسط، والإقليم شبه الصحراوي، والإقليم الصحراوي، وإقليم المرتفعات. وفرمنا وفهمنا طبعا كل كلمة فيهم. تعالوا بقى النهاردة يا حبايبي ندخل في الجزء الثاني من الدرس ونشوف ايه حكاية التغيرات المناخية وأثرها على مصر. طيب هو يعني ايه اصلا التغيرات المناخية دي يا جيو؟ هقول لك انا بقى يا كبير، سم الله وركز معايا. التغير المناخي يا حبايبي هو اختلال في الأحوال المناخية المعتادة كالحرارة والرياح والأمطار التي تميز مكان ما على سطح الأرض وتؤدي على المدى الطويل إلى تأثيرات هائلة على الأنظمة الحيوية والطبيعية. واختلال يا حبايبي يعني اضطراب، حاجة غريبة غير متوقعة حصلت في المناخ. يعني مثلا تبقى في الشتاء ونلاقي درجة الحرارة مرتفعة جدا، حاجة مش طبيعية خالص ان الشتاء يكون حر بالشكل ده، صح ولا ايه يا شباب؟ طيب خدنا مثلا الفيديو اللي فات ان لكل اقليم مناخي خصائص معينة، وقلنا كمان ان لو مثلا مكان معين في اقليم معين فيه مطر مثلا، فالطبيعي ان الاقي معظم الاقليم فيه مطر. ولكن هركز معايا في اللي جاي ده، جيت التغيرات المناخيه وخلفت كل القواعد دي وقالت لك لا، ده انا ممكن اعمل لك خلل في الاقليم المناخي. يعني مثلا ممكن تلاقي المكان ده بيمطر واللي جنبه ما بيمطرش، مع العلم انهم المكانين الاتنين في نفس الاقليم. إذن فالتغيرات المناخية هي اختلال في الأحوال المناخية المعتادة، واللي هم طبعا الحرارة والرياح والأمطار.
والتي تميز مكان ما على سطح الأرض وتؤدي على المدى الطويل إلى تأثيرات هائلة على الأنظمة الحيوية والطبيعية. يبقى نركز هنا بقى ونفهم عاوز يقول لنا إيه. بيقول لي إن التغيرات المناخية دي لو فضلت باستمرار موجودة أو فضلت موجودة لمدة طويلة ممكن تعمل لي خلل، يعني تعمل لي تأثيرات هائلة على الأنظمة الطبيعية، يعني ممكن تغير في النظام البيئي وتسبب كوارث. طيب والحل يا جيو؟ ما احنا عاوزين نعرف دلوقتي ايه سبب التغيرات المناخية دي علشان نمنعها ونرجع المناخ لطبيعته تاني ونحافظ على العالم من الكوارث. يلا بينا يا كبير نشوف أسباب حدوث التغيرات المناخية. قال لك إيه بقى؟ إن سبب التغيرات المناخية دي هو زيادة نسبة تركيز غازات الاحتباس الحراري، زي رقم 1 بخار الماء. وطبعا بخار المية ده بيتكون في الجو بسبب ارتفاع درجات الحرارة اللي هو الاحتباس الحراري، فمية الأنهار والبحار بتتبخر، بالتالي بيزداد معدل بخار الماء في الجو. طيب الغاز الثاني ثاني أكسيد الكربون، والغاز الثالث غاز الميثان، والغاز الرابع غاز الأوزون. وخد بالك بقى ان كل الغازات دي بتتولد من عمليات الاحتراق وتتصاعد في الغلاف الجوي. واللي هي ايه بقى عمليات الاحتراق دي يا جيو؟ عمليات الاحتراق دي بقى يا اولاد اللي هي احتراق الوقود. احتراق بقى ايه؟ سواء الفحم او البترول او اي وقود حفري. بالتالي كل الاحتراقات دي ادت الى ارتفاع درجات الحرارة في العالم بصفة عامة، واللي هي بين قوسين كده بنسميها ايه بقى؟ الاحتباس الحراري. برافو. ولكن خد بالك معايا كده إن غازات الاحتباس الحراري دي غازات طبيعية تلعب دورا مهما في تدفئة سطح الأرض، وبدونها ركز تنخفض درجة الحرارة إلى تحت الصفر، حيث تقوم تلك الغازات بامتصاص جزء من الأشعة تحت الحمراء التي تنبعث من سطح الأرض وتحتفظ بها في الغلاف الجوي للأرض لتحافظ على درجة حرارة الأرض في معدلها الطبيعي. يعني إيه بقى الكلام الكتير المكلكع ده؟ بصوا يا حبايبي وركزوا معايا. غازات الاحتباس الحراري دي واللي هي زي ثاني أكسيد الكربون أو الميثان أو الأوزون، كل الغازات دي غازات طبيعي جدا إنها تكون موجودة في الجو. لقوا كمان وجودها في الجو ولكن بالقدر المناسب، وركز على بالقدر المناسب دي حاجة مهمة، بيحافظ على ارتفاع درجة حرارة الجو، بالتالي الإنسان بيقدر يعيش. امال لا يا جيو، حضرتك كنت بتقول لنا من شوية ان الغازات دي وحشة وبتسبب ارتفاع قوي في درجات الحرارة وبسببها بيحصل كوارث. لا، ما انت افهم بقى كده وركز معايا. انا عاوز اقول لك ايه، المشكلة عندنا يا حبايبي مش في وجود الغاز نفسه في الجو، دي المشكلة عندنا هي زيادة نسبة وجود الغاز ده في الجو. فلما الغازات دي بتزيد في الجو بسبب طبعا كثرة الاحتراقات والأدخنة والملوثات اللي سببها الإنسان، فدرجة حرارة الأرض بتزيد جدا، وده اللي بسببه بيحصل مشكلات وكوارث كتيرة جدا زي ما هنشوف دلوقتي. فاصحى بقى كده وركز معايا وتعالى نشوف التأثيرات السلبية المتوقعة نتيجة التغيرات المناخية. ومعانا يا أولاد 4 تأثيرات ممكن تسببها التغيرات المناخية. رقم 1 معانا التأثيرات السلبية على المياه المالحة والعذبة، ورقم 2 التأثيرات السلبية على صحة الإنسان، ورقم 3 التأثيرات السلبية على السياحة، ورقم 4 والأخير التأثيرات السلبية على الزراعة. ونبتدي بالتأثيرات السلبية على المياه المالحة والعذبة. قال لك ايه بقى؟ ركز معايا كده. ان ارتفاع معدلات درجات الحرارة قد يؤدي الى رقم 1 انصهار الجليد عند القطبين الشمالي والجنوبي، مما يسبب ارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات، بالتالي هركز غرق مساحات واسعة من السواحل الشمالية المصرية. يبقى خد بالك بقى ان العالم كله حتة واحدة مربوطة في بعضها، يعني الجليد لو انصهر في القطبين الشمالي والجنوبي ركز هيتسبب لي في غرق السواحل الشمالية المصرية. يعني نصحى كده الصبح ما نلاقيش بقى لا اسكندرية ولا الساحل الشمالي ولا اي مدينة موجودة على ساحل البحر المتوسط، كل المدن دي هتكون معرضة للغرق بسبب طبعا الاحتباس الحراري، وربنا طبعا يحمي مصر كلها. طيب ازاي بقى ممكن يحصل الكلام ده؟ سم الله وركز معايا جدا جدا في الخريطة دي. ادي القطبين الشمالي والجنوبي، طبعا القطبين دول مليانين تلج زي ما احنا عارفين، صح كده ولا ايه؟ ركز معايا. فنتيجة بقى يا حبايبي ارتفاع درجات الحرارة الشديدة اللي ممكن تحصل بسبب الاحتباس الحراري، التلج ده ممكن ينصهر ويروح نازل بقى مال المحيطات والبحار، ومنهم طبعا البحر المتوسط. بالتالي منسوب مية البحر المتوسط عندي اللي هو الساحل الشمالي هيزيد،
ده زائد كمان ان الساحل الشمالي اصلا عندي اللي هي المدن الساحلية منسوبها واطي، يعني لو حصل الكلام ده والمية منسوبها عالي المدن دي كلها معرضة جدا ان هي تغرق. طيب يجي بقى في الامتحان يسألني هنا ازاي؟ سم الله وركز معايا. يتوقع مع زيادة معدلات الاحتباس الحراري بعد فترة من الزمن اختفاء مدينتي نقط ونقط، هل بورسعيد ولا القاهرة ولا الفيوم ولا رشيد؟ انهي مدينتين من دول بقى لو حصل احتباس حراري هيكونوا معرضين للغرق ويختفوا من على خريطة مصر؟ يبقى الإجابة مدينتين بورسعيد ورشيد يا جيو، لأن حضرتك لسه قايل لنا دلوقتي إن السواحل المصرية الشمالية معرضة للغرق، ومدينة بورسعيد ورشيد موجودين على الساحل الشمالي لمصر، بالتالي فهم كده معرضين للغرق والاختفاء من على خريطة مصر لو حصل احتباس حراري ومنسوب مية البحر عالي. برافو جدا، ده ايه الشطارة والحلاوة دي؟ طب يلا تعالى بقى نشوف تاني مشكلة معانا بتتأثر بها المياه نتيجة التغيرات المناخية، وهي زيادة معدلات التبخر، بالتالي نقص كميات المياه وخاصة في نهر النيل. ما هو تعالى كده نفكر بيها بالراحة وبالعقل، هنلاقي ان الكلام اللي قلناه ده طبيعي جدا، ان كل ما درجة الحرارة تزيد نسبة تبخر المياه بتاعة النيل طبعا بتزيد، بالتالي هتأثر لي على المية والمية هتقل، بالتالي هتأثر لي على الزراعة، ما هي الزراعة بتعتمد على المية، وهتأثر لي على الإنسان، ما هو الإنسان بيشرب مية من النيل، صح كده ولا يا شباب؟ طيب لو جيت أسألك هنا بقى، هسألك أقول لك إيه؟ ركز كده في السؤال اللي جاي ده. حدد العلاقة بين الغازات المنبعثة في الصورة التي أمامك والمناطق المشار إليها في الخريطة المجاورة لها. مين الطالب الشاطر بقى اللي هيعرف يقول لي إيه علاقة الدخان اللي طالع من المصانع ده بساحل الدلتا ووادي النيل اللي أنا مشاور لك عليهم في الخريطة؟ يبقى الإجابة يا جيو إن الغازات المنبعثة من مداخل المصانع دي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع درجات الحرارة يا جيو سبب حاجتين. الحاجة الأولى غرق مساحات واسعة من الساحل الشمالي للدلتا، وده بسبب ارتفاع منسوب مية البحار والمحيطات. والحاجة التانية يا جيو زيادة معدلات التبخر من مياه نهر النيل، بالتالي نقص كميات كبيرة من المياه العذبة. الله الله عليك وعلى إجابتك الجميلة. يلا بينا بقى نروح نشوف ثالث مشكلة معانا ممكن تسببها التغيرات المناخية على المياه المالحة والعذبة، وهي تغير معدلات وأماكن سقوط الأمطار ومواسم سقوطها. يعني يا حبايبي زي ما قلنا أول الحلقة وبنقول تاني أهو، ركز معايا بقى، إن ممكن بسبب التغيرات المناخية دي تلاقي الجو حر جدا في الشتاء، ده طبعا حاجة مش طبيعية، فنيجي مثلا في فصل الشتاء نلاقي الحرارة بقت عالية والأمطار قلت. طيب ليه يا جيو؟ إيه السبب؟ السبب هو الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري عمل لي خلل في معدلات وأماكن سقوط الأمطار، وده يا حبايبي كان كل حاجة بالنسبة للتأثيرات السلبية على المياه المالحة والعذبة. تعالوا بقى نشوف التأثيرات السلبية على صحة الإنسان. بيقول لك إيه بقى؟ إن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى ركز معايا، رقم 1 زيادة معدلات تكاثر الحشرات التي تنقل العديد من الأمراض للإنسان. إزاي بقى الكلام ده؟ سم الله، صلى على رسول الله وركز معايا، وتعالى أديك مثال يفهمك الحتة دي. بنيجي مثلا يا ولاد في فصل الصيف ونلاقي مثلا الناموس والدبان وحشرات كتير غريبة كده ظهرت، ونقعد بقى نجيب في بيراسول ونجري نرش في الحشرات دي في الشقة. طيب اشمعنى الحشرات دي ما بتظهرش عندنا غير في فصل الصيف بس؟ حد عنده إجابة؟ فكر كده. أكيد يا حبايبي لأن الحشرات دي بتتكاثر بسبب ارتفاع درجات الحرارة. كل ما الحرارة بتزيد الحشرات دي بتتكاثر، بالتالي هي كمان بتزيد. ده زائد ان الحشرات دي طبعا بتنقل امراض للانسان، فتخيل بقى لو الاحتباس الحراري زاد ودرجة الحرارة عليت جدا والحشرات دي زادت وبقت كتير، هنعيش ازاي؟ ده هتبقى ايام بيضة طبعا. طيب فكر معايا كده، اشمعنى مثلا فيروس زي فيروس كورونا ما كانش بيظهر غير في فصل الصيف، ونيجي مثلا في الشتاء نلاقي اعداده قلت وساعات يكون اختفى كمان؟ السبب يا حبايبي ان بسبب ارتفاع الحرارة الفيروسات دي بتنشط، وعلشان كده نقدر نقول ان ممكن بسبب الاحتباس الحراري ده تنتشر بعض الامراض الخطيرة كالملاريا وسرطان الجلد، وكمان خد بالك ضربات الشمس. فربنا عافينا طبعا يا اولاد من الاحتباس الحراري وامراضه. رقم 3 بقى يا حبايبي ان التغيرات المناخية دي ممكن تأثر لي على السياحة. طيب ازاي؟ سم الله، صلى على رسول الله وركز معايا. قال لك من خلال اختفاء أجزاء من الشواطئ الرملية خاصة على طول الساحل الشمالي، واللي قلنا إن هو ممكن يختفي بسبب ارتفاع منسوب المية فبتغطي له الرملة،
بالتالي بيختفي اجزاء من الشواطئ الرمليه، ودي طبعا مشكله كبيره جدا بتهدد السياحه. قول لي بقى كده هنروح نصيف ازاي في الساحل الشمالي بعد ما الشواطئ بتاعته عماله تغرق وهو اصلا كله معرض للغرق بسبب الاحتباس الحراري؟ اذا يا حبايبي فالتغيرات المناخيه بتاثر لي على السياحه. اخر حاجه معانا بقى يا ابطال ان الاحتباس الحراري ده ممكن ياثر لي كمان على الزراعه. طيب ازاي؟ سم الله، صل على رسول الله وركز معايا. قال لك ايه بقى؟ ان ارتفاع درجات الحراره يؤدي الى رقم واحد الحاجه لمزيد من مياه الري لمواجهه درجات الحراره المرتفعه. وده طبعا يا حبايبي امر طبيعي جدا، لان انا لما الحراره ترتفع عندي نسبه تبخر المياه بتزيد، بالتالي هحتاج كميات ميه اكتر علشان اوفرها لعمليات الري الزراعي. صح كده ولا ايه؟ طيب رقم 2 بقى والاخيره بيقول لي ايه؟ ان ارتفاع الحراره ممكن يؤدي الى انخفاض انتاجيه بعض المحاصيل الشتويه التي تحتاج الى درجه حراره منخفضه ويقابلها ارتفاع في انتاجيه بعض المحاصيل الصيفيه. يعني يا حبيبي نيجي في الشتاء ونلاقي درجة الحرارة مرتفعة جدا، بالتالي مش هنقدر نزرع المحاصيل الشتوية، بالتالي المحاصيل الشتوية بتقل. طيب اجي بقى في فصل الصيف اللي هو اصلا بيبقى حر عندي، ده زائد ان انا عندي احتباس حراري، يعني الحر بقى حر وحر وحر ودرجة الحرارة بقت مرتفعة جدا، وعلشان كده يا حبايبي بترتفع انتاجية المحاصيل الصيفية. طيب مين الشاطر بقى فيكو اللي يعرف يقول لي احنا لو عاوزين نزرع محاصيل صيفية في الشتاء نعمل ايه؟ ها فكر كده، قلنا في اول الحلقة. نعمل صوبات زراعية يا جيو، لأنها بتحبس الحرارة جواها، بالتالي بتوفر لي درجة حرارة عالية جدا للنبات زي ما حضرتك قلت لنا في أول الفيديو. ممتاز جدا جدا، لا انت كده اثبتت لي انك صاحي معايا ومركز طول الفيديو. وبس كده يا سيدي، ادي حكايه التغيرات المناخيه واثرها على مصر. خلصنا كده الحمد لله درس الاقاليم المناخيه. مش بقى معانا كده ان شاء الله في الترم الاول كله غير درس واحد ان شاء الله هنزله لكم، ونبقى كده خلصنا الترم الاول ونبدا نراجع عليه. خد بقى سؤال واجب فكر فيه وسيب لي اجابته في كومنت تحت الفيديو وهرد عليك باذن الله. السؤال بيقول ايه بقى؟ قد تؤدي زيادة التبخر في فرعي رشيد ودمياط إلى رقم واحد اختفاء سواحل الدلتا المصرية، رقم 2 زيادة إنتاج محصول القمح، رقم 3 انخفاض إنتاجية محصول الأرز، رقم 4 زيادة معدلات التعرض لضربات الشمس. فكر بقى في إجابة السؤال، ولو عندك أي سؤال تاني أو استفسار سيبولي في كومنت وهجاوبك بإذن الله. وما تنساش بقى اللايك والشير للفيديو عشان الاستفادة توصل لأكبر عدد من زمايلك. وعاوزين دعم بقى يا جماعة كده للقناة علشان نقدر نستمر ونطور إن شاء الله من محتوانا. ومش بقى معانا كده غير الدعوة الجميلة اللي بتحبوها. ربنا يستر أموركم ويسعد قلوبكم ويحقق أحلامكم ويفرج همومكم. أشوفكم على خير، سلام.